الطيارة والدبابة والغواصة، دي ثلاث أشكال حيرت علماء الآثار في مصر. الأشكال دي كانت موجودة وما زالت موجودة في معبد أبيدوس في صالة الأعمدة الأولى. أشكال عمرها 3000 سنة أو أكتر من 3000 سنة، أسرة 19. طيب، علماء الآثار وقفوا قدام الأشكال دي، يا ترى هم كانوا متصلين بفضائيين؟ يا ترى كان في حضارات أخرى هي اللي عملت الحاجة دي؟ ده فضل لغز وسر كبير محدش يعرفه. النهاردة هنكتشف السر ده وهنعرف تفسير الحاجات دي والأشكال دي تفسيرها إيه وموجودة إزاي، وده اللي هنشوفه بعد الفصل. المعبد اللي هنتكلم عنه النهاردة معبد أبيدوس، وأبيدوس بمركز البليانة بسوهاج. المعبد ده اللي بدأ بناؤه الملك سيتي الأول، وده أحد فراعنة الأسرة 19، وأكمل بناؤه ابنه الملك رمسيس الثاني اللي هو خلفه أو خليفته في الحكم. تمام. المعبد ده معبد له تصميم فريد وله قدسية خاصة، حتى ان احنا بنشوف عدد كبير من مجموعات العبادة او المديتيشن بيجوا عشان خاطر يزوروا المعبد ده تحديدا، لان المعبد ده اللي كان فيه القبر الرمزي لأوزوريس اللي هو اله العالم الاخر واللي بيطلق عليه الأوزاريون. زيه زي اي معبد من المعابد اللي احنا بنشوفها، كان بيتكون من صرح وفناء وصالة أعمدة وقدس أقداس في النهاية. بس هنا الاختلاف ان في مقاصير مختلفة بتعتبر قدس اقداس لحوالي 6 او 7 آلهة. معبد ابيدوس في العرابة المدفونة. زي ما احنا قلنا، المعبد ده ليه مكانة خاصة عشان في اجمل نقوش موجودة في مصر. اجمل نقوش موجودة في مصر وموجودة في المعابد، والالوان لسه محتفظة بالالوان. يمكن السبب في كده ان المعبد ده فضل مدفون لفترة كبيرة تحت رمال. طيب، السؤال والحلقة النهاردة اللي بتدور حوالين الأشكال الغريبة اللي هم لقيوها في صالة الأعمدة الأولى بمعبد أبيدوس، واللي فضلوا كتير ملهاش تفسير. طب الأشكال دي عبارة عن إيه؟ الأشكال دي أشكال صريحة، عبارة عن طيارة هليكوبتر، عبارة عن غواصة، حاجات تشبه الغواصة والطيارة الهليكوبتر والدبابة، يعني الآلات الحديثة اللي هي يعتبر اخترعت في بداية القرن ال19. ويفضل السؤال الكبير، يا ترى مين اللي عمل الحاجه دي والحاجه دي اتعملت ازاي؟ وهل هي جت بمحض الصدفه؟ يعني هي جت كده ولا في حاجه وراها؟ لا طبعا اكيد في تفسير. التفسير ده فضل لغز كبير بيحير كل العلماء، والبعض قال ان دي اشكال موجوده في اللغه المصريه القديمه بس ملهاش تفسير او لسه ما اكتشفناش المعاني بتاعتها. تمام. وزي ما قلنا قبل كده ان في ناس قالت ان ده حاجه جايه من الفضاء او حاجه مش من الارض. تمام. كل الحاجات دي تحترم، ولكن مفيش اي يعني مفيش اي دليل يؤكد هذه الاراء. فبناء عليه احنا يعني كان في ناس بتجتهد عشان تعرف ليه الاشكال دي موجوده تحديدا في المعبد ده بالشكل ده. تمام. واحنا بعد شويه هنشوف فيديو عشان ونشوف فيديو للمنظر بتاع الاشكال دي موجود على العتب اعلى الاعمده في الصاله الاولى.
دلوقتي جه الوقت اللي احنا نفسر هو ليه النقش ده كان موجود على الصالة الأولى أو على أعتاب الأعمدة في الصالة الأولى في معبد أبيدوس. وده كان اجتهاد من واحدة باحثة قررت إن هي تيجي وتجتهد وتشوف اللغز ده وتحله. هو إزاي كان فيه المعدات دي، وإزاي كان فيه الآلات الحربية المتقدمة جدا دي من أكتر من 3000 سنة. فطبعا احنا عارفين ان الملوك المصريين او ملوك الفراعنه كلهم كان كل واحد فيهم بيحمل اكثر من 5 القاب. تمام. بنقول النسوبيتي ونخبة وجية الشمال والجنوب واللقب الحوري والقاب كتيره جدا لكل ملك، ملك مصر العليا والسفلى وسيد الارضين. كل دي كانت القاب لملوك الدوله، خاصه ملوك الدوله الحديثه. وكان منهم الملك سيتي الاول. تمام. ففي لقب اسمه اللقب النبتي. ملك سيتي الاول زيه زي اي حد من الملوك بيكتب اسمه في الخرطوش، وبعد كده بيكتب اللقب بتاعه، بيكتب اللقب بتاعه. تمام. رمسيس الثاني ابنه، وهو ده مشهور ان هو كان بيحب يكتب اسمه على كل الاثار، على اثار من سبقوه واسلافه، وده موجود في اماكن عديده في معبد الكرنك ومعبد الاقصر. حاول يعمل طبقه فوق اسم ابوه يخفيه ويكتب اسمه بدل منه بنقش غائر. وبمرور الوقت ان الطبقه دي سقطت، فظهرت الكتابه او الحروف القديمه. واحنا عارفين بعض الاشكال زي حرف الار او حرف الراء اللي هو شكل الفم، وحرف الدال او الدي اللي هو شكل الايد. تمام. الاشكال دي لما تداخلت مع بعض، لما كلها تداخلت مع بعض، وهنشوف بعد شويه زي ما انتم شايفين الاشكال قدامنا في اللوحه اللي فوق. الاشكال دي ادت الى تكوين، او الحروف دي واشكالها ادت لتكوين اشكال الغواصه والدبابه والطياره الهليكوبتر اللي احنا شايفينها في النقوش. بس ما كانش في حاجه زي كده، وده اللي هو التفسير المنطقي الاقرب للواقع. ليه؟ لان احنا ما شفناش الاشكال دي موجوده في اي معبد من المعابد. كان اولى ان احنا نشوف الاشكال دي في معبد زي معبد الكرنك، المعبد الكبير اللي فيه كل الاشكال وكل الاسماء بتاعت الملوك، تقريبا ملوك الدوله الحديثه ومن الدوله الوسطى. تمام. ما شفناش الكلام ده في معبد الاقصر، ما شفناش الكلام ده في المقابر في وادي الملوك مثلا. فاحنا شفناه بس في المكان ده، لانه ده حصل بمحض الصدفه. الكلام ده حصل بمحض الصدفه وما تكررش في مكان تاني. عشان كده احنا شفناه هنا، شفناه في معبد ابيدوس، وده كان صدفه ما كانش مقصود. وهو ده التفسير الاقرب والتفسير المنطقي، مش تفسير الفضائيين او تفسير ان دي اشكال جت من حضارات تانية، وان الحضاره المصريه دي كانت بتاخد الحضارات من عالم اخر او من خارج الارض. لا، ده كله مش كلام منطقي. والتفسير المنطقي الوحيد ان احنا موضوع ان الاسماء والحروف تداخلت ادت ان هي تكون الاشكال اللي احنا شفناها. الحاجات دي عمرها اكتر من 3000 سنه. طيب 3000 سنه ازاي؟ احنا الحاجات دي ابتدينا نعرفها تقريبا يعني في بدايه الحروب العالميه الاولى والثانيه. الكلام ده في القرن 19 20. فطبعا يعني هو ازاي الاشكال دي اتعملت من اكتر من 3000 سنه؟ في تفسيرات كتير حصلت، وفي ناس كتير اجتهدوا، وفي ناس قالوا ان الاشكال دي يعني الناس دي كانت على اتصال بحضارات اخرى متقدمه يعني جدا في التكنولوجيا وفي العلم، ان هم كانوا على اتصال بفضائيين كما يقال. تمام. خاصة ان في بعض الحضارات زي حضارات زي حضارة المايا، تمام، كان فيها اشكال غريبة زي الاشكال اللي احنا شفناها، الاشكال لناس او مركبات فضائية. فده كان بيعزز هذا الرأي، الاتجاه ان الحاجات دي مش حاجات مش موجودة عندنا، الحاجات دي جات علوم من الفضاء الخارجي مش من المصريين نفسهم. طبعا ده افتراض خيالي والحاجة دي ملهاش. اتمنى الحلقه بتاعت النهارده تكون افادتكم ووضحت لكم حاجه كانت الحاجه دي مبهمه، او حاجات اللي احنا بتبقى عليها شويه سسبنس او شويه بروباجندا على السوشيال ميديا، او ناس كتير بتتساءل ايه الالغاز دي. وفي علم اسمه الايجيبتومانيا اللي بيشوف الحاجات اللي هي غريبه في الحضاره المصريه وبيحاول يعمل عنها حوار وبيحاول يعمل عنها برنامج. طبعا احنا بنحاول نوصل المعلومه بطريقه سهله، بنحاول ننزل في الشرح بطريقه باسلوب معين الكل يفهمه. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعتنا، ويكون الموضوع
يعني ليه مغزى وليه قيمه. و ما تنسوش، يعني يا ريت ما تنسوش دعمنا باللايكات والاشتراك في القناه بتاعتنا، عشان نقدم لكم دايما كل ما هو جديد وغريب عن الحضاره المصريه القديمه. في حاجات بتفيدنا في حياتنا اللي احنا فيها، وفي حاجات بتزيد المعلومات بتاعتنا عشان نشوف مدى تقدم اجدادنا الفراعنه. شكرا، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.